السلامي قبل لا يكون نائب كان ناشط بقضايا تهم المجتمع. هادي السلامي كان الصوت من لا صوت له. هادي السلامي اليوم نشوفه يفتح ملفات من الصعب أن يفتحها نائب غيره. لذلك اليوم لما يتعرض هادي السلامي اللي يتعرض له اليوم لازم كل الشرفاء يوقفون وياه، مو فقط أهالي النجف الأشرف، كل العراقيين المفروض يوقفون ويا هادي السلامي ويقولون انه كلمة الحق لازم ما يتم اسكاتها. اليوم نائب وعنده حصانة يفتح ملفات خطيرة يتعرض للسجن 6 اشهر، بينما اكو ناس سرقت البلد مليارات وما حد يندلها وين ما وين، او تروح تطب للسجن تطلع مكفلة، والنائب هادي السلامي اليوم يسجن. انا اعتبرها اهانة للديمقراطية هذا اللي صار اليوم، اهانة لقبة البرلمان اللي صار اليوم، لان النائب عنده حصانة يسجن بسبب فتح ملف فساد. دائما ما كنا احنا مؤمنين بالقضاء، احكي لك عن نفسي واحكي لك عن هادي السلامي، دائما احنا مؤمنين بالقضاء، وكنا نقول احنا سلاحنا الوحيد هو القضاء، كنا نقول دائما احنا نفتح هذه الملفات وما نخاف من فتحها. ليش؟ لان عندنا قضاء عادل يؤمن بكل شخص يدافع عن الحق. اليوم الاحتجاجية يعني تمثيل بأنه نائب عنده حصانة دبلوماسية وممثل عن الشعب وممثل عن محافظة كاملة أو عن بلد كامل، ويتوقف 30 يوم أو 60 يوم. هذا الشيء غير منصف بحق الصوت الحرية، بحق كشف الملفات الغامضة، كشف الفساد، كشف الأمور ما يعرفها الشعب وما يعرفها الحكومة. النائب هو شنو شغله؟ غير هو يعني سلطة تشريعية، غير هو كشف الحقائق اللي ما يعرف الشارع. مدينة أمير المؤمنين هم طالبوا بالإفراج، طالبوا استرجاع حق الأخ هادي السلامي، وإحنا كذلك نطالب الأخوة بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب انعقاد جلسة طارئة بحق النائب هادي السلامي، لأن جميع النواب اليوم فوق 300 نائب نقول لهم كلكم معرضين.